قلق بالغ في الجزائر. الولايات المتحدة الأمريكية تمد المغرب بأسلحة خطيرة خلال الأشهر المقبلة، إضافة إلى استعداد المملكة لصناعة قطع المقاتلات الحربية والأباتشي والذخائر محلياً. كشف تقرير حديث صادر عن وزارة التجارة الخارجية عن الصفقات العسكرية التي أبرمها المغرب مع الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة تبلغ 8.5 مليار دولار، مع التوقعات بزيادتها إلى 10.3 مليار دولار. تتضمن هذه الصفقات أسلحة خطيرة تثير قلق الجيش الجزائري الذي يسعى دائما للحفاظ على توازن الردع مع المغرب. وأضاف التقرير أن المغرب قام برفع ميزانيته العسكرية لاقتناء فرقاطتين جديدتين، بالإضافة إلى الاستثمار في أنظمة حماية ومراقبة السواحل وأنظمة القيادة والدفاع السيبراني. يأتي هذا في إطار تحديث استراتيجي لتطوير القدرات الدفاعية للمملكة المغربية، حيث أشار المصدر إلى التعاقد مع شركات ضخمة مثل لوكهيد مارتن وبوينغ بهدف الاستثمار في مجال الصيانة وصناعة قطع الطائرات العسكرية والمقاتلات ومروحيات الأباتشي، بالإضافة إلى التركيز على تصنيع الأسلحة والذخائر محليا. يجدر بالذكر أن المغرب يعتبر أكبر مشتر للأسلحة الأمريكية في القارة الإفريقية، وشهدت المبيعات العسكرية الأمريكية للمملكة زيادة بأكثر من الضعف في عام 2020. وفي فبراير الماضي تم توقيع اتفاقيات تعويض صناعي بين إدارة الدفاع الوطني المغربية وشركة بوينغ في إطار تمديد برنامج اقتناء مروحيات الأباتشي، وهذا يتوافق مع القانون الجديد رقم 1020 الذي تم اعتماده حديثا في يونيو 2021 لصناعة الدفاع، مستهدفا جميع الأسلحة والذخائر وصيانة الطائرات العسكرية.